السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم ان شاء الله بوصفة جديدة ان شاء الله تعجبكم. هنعمل مع بعض الفراخ المشوية بالخضار بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها. بس قبل ما نبدأ في وصفة النهاردة بفكركم ياريت اللي لسه مشتركش في القناة ياريت يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد مني ان شاء الله. وصفة النهاردة حلوة جدا، مكوناتها كتير بس حلوة. هتجربوا ان شاء الله الطريقة وتعجبكم. هستنى تعليقاتكم طبعا وتقولوا لي رأيكم ان شاء الله. هقول لكم معايا ايه لوصفة النهاردة. معايا 4 طماطمات متوسطين، ومعايا 2 بطاطس انا مقطعاها وهوريكي انا مقطعاها ازاي، ومعايا 3 وراك. طبعا انتي بتعملي الكمية اللي انت عايزاها او على حسب عدد اسرتك، و2 بصلة متوسطة، ومعايا كوباية صغيرة بسلة، وجزرتين انا بشرتهم وهقولك ليه انا بشرتهم دلوقتي، ومعلقتين زيت، ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة كبيرة بهارات، ومعلقة فلفل، ومعلقة بصل بودرة، ومعلقة كبيرة خل، ومعلقة ملح. طبعا انتي بتعملي عدد الفراخ اللي انتي عايزاها. انا طبعا ما بحبش الصدور وكده، فاحنا بنعمل وراك. فهقولك ان شاء الله هنعمل وصفة النهاردة ازاي. ان شاء الله تجربوها وهتقولوا لي رأيكم. انا طبعا دلوقتي هجيب الصينية بتاعتي وهحط فيها ايه بقى الخضار، وبعدين هقول لكم هعمل ايه. هنشيل الفراخ دي نحطها كده على جنب عشان تشوفوا معايا. هحط كل الخضار اللي معايا، كوبايه البسله والبطاطس انا مقطعاها التقطيعه اللي انتوا شايفينها دي، لا سميكه قوي ولا رفيعه قوي. وهحط الجزر المبشور. انا طبعا هقطع دلوقتي الطماطم، هقول لكم هقطعها ازاي، خليكم معايا. انا دلوقتي هقطع الطماطم، هقول لكم طبعا السمك بتاعها. هي لا عريضة قوي ولا رفيعة قوي، هتشوفوها طبعا دلوقتي تقطيع. انا ما حبيتش اقطعها قبل كده علشان تشوفوا ايه بنقطعها ازاي وطريقة، يعني السمك بتاعها قد ايه. وصفة النهاردة سهلة جدا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. تنفع طبعا لعزومات بقى رمضان، عزومات عادية، حلوة جدا. فيها خضار كتير طبعا، حلو جدا لو عندك اطفال. حلو انك تشوه لهم كده بالطريقة دي تحت الفراخ، هتعملها طعم حلو جدا ان شاء الله. طبعا هتجربوه وهتشوفوا بنفسكم. البصل كمان طبعا هنقطعه بالشكل ده حلقات كده. دلوقتي طبعا انا هشيل الطماطم دي احطها على باقي الخضار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهقطع البصل. طبعا لازم من وقت للتاني كده نجدد في الاكل عشان ما نملش ونزهق، تغيير حلو يعني. الفراخ دي اصلا بتعملي لها وصفات كتير، وصفات لا تنتهي، بتتعمل بكذا طريقة. ان شاء الله اعمل لكم كذا طريقة تعجبكم.
داخل علينا رمضان، كل سنة وانتم طيبين. الوصفة دي حلوة جدا لرمضان، انا بعملها دايما بصراحة بتعجب كل اللي يدوقها، فقلت اجربها معاكم عشان الكل طبعا يستفاد. انا دلوقتي قطعت البصل، احطه بقى هنا بالشكل ده على باقي الخضار، واقول لكم هنعمل ايه. احنا كده طبعا قطعنا الخضار كله اللي معانا. هنبدأ طبعا نحط دلوقتي التوابل اللي معانا، الفلفل الاسود والبصل البودرة ومعلقة الملح والبهارات والبابريكا، تعمل لها لون جميل هتشوفوه، والزيت بيضيف طراوة للفراخ، خلاها حلوة كده وطرية متنشفش، ومعلقة الخل بالشكل ده. وهنقلب بقى كل ده مع بعضه كده كويس جدا، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه تاني. ميزة الوصفة بتاعت النهاردة ان الخضار كله بيتبل تحت الفراخ بتاعتي، وبيتشوي بطريقة جميلة جدا، والفراخ معاه بتضيف له نكهة حلوة جدا ان شاء الله هتعجبكم. انا دلوقتي قلبت كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لازم تقلبيه كويس جدا بالتوابل. دلوقتي هنشيل نص الكمية وهقول لكم هنشيلها ليه. نحطها كده على جنب. دلوقتي بقى هاخد الوراك بتاعتنا، انا مقطعاها بالشكل ده. نسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا في غسيل الفراخ. الاول انت بتغسليها كويس جدا من ساعه ما تجيبيها من بره من عند بتاع الفراخ، وبعدين بتشطفيها قصدي كويس، وبعدين بتحطيها في دقيق وتنقعها شويه، وبعدين تنقعيها تغسليها من الدقيق وتنقعها شويه في ملح وليمون وملح ملح وليمون وخل عفوا، وبعدين تشطفيها كويس جدا. مهم جدا غسيل الفراخ يا جماعة علشان تضمنلك ان الفراخ ما تبقاش لها ريحة زفارة وكده تضايقك. بندخل كل التوابل بتاعتنا كده في الوراك. طبعا انت براحتك خالص بتعملي الكمية اللي انت عايزاها، ده بيرجع عليكي انت وعدد اسرتك. طبعا عارفين ان انا عندي حسن لسه صغير فملوش قد كده في الفراخ، عامله على قد فاطمه طبعا وانا وباباه بالشكل ده كده. وبعدين بنحط شويه كمان عشان تضيف له نكهه من هنا. لازم تدخلي التوابل كده في جوه الوراك بتاعتك عشان تبقى حلوه. دلوقتي انا عملتها كلها تبلتها كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط بقى بقية الخضار اللي معايا كده على وش الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهغسل ايدي وارجع لكم.
طبعا الطريقة بتاعت النهاردة حلوة جدا، ان شاء الله هتجربوها بنفسكم وهتقولولي رأيكم. انا دلوقتي طبعا خلاص كده خلصتها، هحطها كده تتبل زي ساعتين. انتي طبعا زي ما انتي عايزة ممكن تسيبيها ليلة عادي، طبعا ده بيضيف لها نكهة احسن واجمل كل ما بتقعد في التتبيلة وقت اطول. ان شاء الله انا قعدت ساعتين طبعا عشان انا ما عنديش وقت كافي وكده، فهعملها النهاردة. فقعدت ساعتين وبعدين هغطيها بفويل وهدخلها الفرن تتشوي براحتها خالص. هدي الفرن عليها انها تتشوي براحتها خالص وتنزل كل السوائل اللي فيها دي بقى ايه، وتسويلي الخضار اللي فيها. مش هحط لها ميه خالص، هي هتستوي كده بالخضار اللي فيها، هينزل ميته مع الفراخ، هتبقى ان شاء الله حلوة جدا وهتعجبكم. فانا هسيبها دلوقتي طبعا ساعتين تتبل كده في التلاجة، وبعدين هنرجع لكم نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. انا خلاص دلوقتي الفراخ بتاعتي استوت، هشيل بقى الفويل من عليها بالشكل ده علشان اديها لون من فوق. زي ما انتوا شايفين شكلها بقى جميل جدا. الفراخ استوت معايا على البخار اللي بيطلع منها. طبعا الفويل ده هو الاساسي علشان تغطيها كويس، يخليلك البخار كله يطلع ويسويلك الفراخ، لان انا قلتلكوا ان انا مش هحط لها اي سوائل. دلوقتي بقى هحطها تحت الشواية تديها لون. هي بالظبط اخدت معايا ساعة وربع سوا، وزي ما قلتلكوا انا هديت عليها الفرن خالص عشان تستوي براحتها. دلوقتي هحطها بقى تاخد لون وهرجع لكم تاني نشوف شكلها مع بعض. انا طلعتها خلاص من الفرن بعد ما اخدت اللون اللي انتوا شايفينه ده. بيبقى شكلها زي ما انتوا شايفين كده، مش قادره اقول لكم قد ايه ريحتها جميله وحلوه. ان شاء الله الوصفه بتاعت النهارده تعجبكم. اتمنى يا رب ان تكون وصفتنا كانت بسيطه وسهله وتعجبكم وتكون على قد الايد. حاولت على قد ما اقدر ان انا اعمل مكونات سهله ويعني ما اعملهاش صعبه علشان الناس اللي لسه بتبدا في المطبخ تعملها بكل سهوله. مش قادره اقول لكم قد ايه ريحتها حلوه جدا، والتتبيله بتاعتها هتديها طعم حلو جدا. اكيد انتوا طبعا هتجربوها وتقولوا لي رايكم. ان شاء الله نتقابل في وصفات جديده. بس بفكركم لو الوصفه بتاعت النهارده عجبتكم يا ريت ما تنسونيش بقى بلايك، وان شاء الله اقابلكم في وصفات جديده، والسلام عليكم ورحمه